وصفة النهاردة عندنا المنين. عندنا بقى كده بنحب الصبح كده يبقى عندنا حاجة كده نسقي بيها شوية في الشاي باللبن. عم نعمله النهاردة بوصفة بسيطة جدا وسهلة، مقرمش جدا من جوه، في طراوة، طعم السمن طالع فيها، مش معضم وناشف. هقول لكم النهاردة تريكات كده بسيطة هنطلعه بأحسن نتيجة وبأحسن طعم. هنحطه بقى كده بالشاي باللبن. مين بقى بعد الفيديو ده هيقوم كده يعمل له شويه ويفطر بيهم الصبح او بالليل كده لما يجيش على باله يتعشى. نبتدي بقى مع بعض الوصفه. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونترحم على امواتنا ويخلي لنا كل عزيز علينا يا رب. هنحط بقى المقدار اللي احنا هنحطه ده تقريبا ده حوالي كيلو، بلاش كيلو، هنخليها حوالي 5 كوبايات من الدقيق. نفس الكوباية اللي احنا هنعير بيها كل حاجة هو اللي هنعير بيها كل المقادير. انا عندي الكوباية المعيارية، عيرت بالظبط حوالي 5 كوبايات من الدقيق. هحط عليها ذرة خفيفة من الملح وبعدين هنحط عليها السمنة. مقدار السمنة ال5 كوبايات دول هياخد معايا كوبايتين من السمنة، كوباية منهم سمنة والكوباية التانية نصها سمن ونصها زيت. السمنة بكون مسيحاها على النار شوية، ما بتكونش ابدا سخنة قوي او بتبقى مقدوحة، لا، بتبقى بس دفيت فسالت مني شوية فبستخدمها عندي في في المنين. حطيت الكوباية التانية اللي هي نصها سمنة ونصها زيت. اللي انا حطيته دي بهارات الكحك، عارفين البهارات بتاعه الكحك او ريحة الكحك بتدي طعم للمنين رائع. بحط معلقة صغيرة وبحط كمان حوالي معلقتين من السمسم المحمص. طبعا كل دوت عندي اختياري. بعجن بقى العجينة عندي كده كويس جدا وبخلي كل ذرة من الدقيق يمتص عندي السمنة كويس قوي. بدعك كده بايدي وبتأكد كده ان انا عجنتها كويس وحسيت كل ذرات السمن امتصها الدقيق عندي. اللي انا حطيته ده ايه؟ كوباية دافية، نصها حليب عادي بتاعنا او اللبن والنص التاني مية. على فكرة الخليط ده بيخلي القراقيش او المنين ليه طعم كده حلو قوي، ما بين القرمشة لما بين طري خفيف، هو مش طري طبعا بس في ميكس كده بيطلع يعني المنين رائع. حطيت عليه طبعا معلقة كبيرة من الخميرة وحطيت معلقتين من السكر. بقلب بقى كويس جدا. احنا عندنا اول كوبايه دي، اول كوبايه ببقى عامله حسابي ان انا عندي شويه كمان من الحليب مع الميه مع بعض لان ممكن العجينه تحتاج مني. بقلب كويس جدا، بعجن كده بايدي كويس جدا من كتر الاطراف ومن كل حاجه. هوريكي قوام العجينه بالظبط اللي المفروض يطلع منك اللي هو هيطلعها رائعه. العجينه ما بتبقاش ناشفه، العجينة بتلم عندي من الطبق وبتبقى فيها طراوة، احنا شايفينها هي لسه تحس فيها فرولة، فتحس عايزين نزود شوية من السائل علشان تلم مع بعضها. حطيت قد ايه دلوقتي في المرحلة دي؟ انا حطيت حوالي الكوباية اللي انا كنت حطاها حطيت ربع، يعني نقدر لو قلنا كده عليهم هنحط حوالي 3 معالق من الحليب. اعجن، حسيت ان هي لسه مفروله معايا ومش مش ملمومه كويس، بحط بقيه اللبن التاني. شايفين انا حطيت بقيت، يعني يعتبر المقدار اللي انا حطيته من الحليب والميه مع بعض اخد كوبايه تقريبا وربع، من ربع الى نص، يعني كوبايه وربع او نص. طبعا ما تاخد معاكي العجينه هياخد قد ايه. بعجن كويس، ما تستعجليش قبل ما تاخدي اي خطوه بانك تقولي ان العجينه كده كويسه. بصوا انا شفت كده، بتاخدي واحده كده وتجربيها تلاقيها كده تحسي ان هي ايه مقطعه معاكي. لا استني شويه، هنزود حليب كمان. المقدار يعني يعتبر المقدار المظبوط من ال5 كوبايات بتوع الدقيق، انا حطيت عليهم كوبايه ونص من الحليب مع الميه الدافيه. هتشوفوا بقى دلوقتي انا عجنت كويس. وبعد ما بعجن هوريكم بقى ايه، اعجيني كويس، كل مره اعجيني كويس على قد ما تقدري، العجينه لازم تتخدم. فبعد كده شايفينها خلاص، انا حسيت كده ان الامور بقت تمام، لمت معايا كويس جدا، طريه في ايدي، يعني ملمومه مش مفروله زي الخطوات اللي قبل كده. هوريكم كده لما بناخد حته من العجينه، العجينه بتبقى معاكي يعني طريه كده وزي الملبن، ما فيهاش الفروله. لسه كمان لما ترتاح هتبقى احلى واحلى.
هو دوت القوام اللي احنا عايزينه ومفيش احلى من كده. بسيب بقى العجينة بتاعتي دي بتخمر على جنب، هسيبها على جنب طبعا تخمر، مش بتضاعف كميتها ولا حاجة، بنسيبها زي حوالي ترتاح تلت ساعة كده في الجو بتاعنا. اخدت بقى نص العجينة عندي وهوريكم احنا بنفردها ازاي عشان نشكل بقى المنين بتاعنا. باخد كده عندي كورة كده ولفتها زي الدوران كده وبعملها زي الدائري، وهاخدها هلفها نفس لفة الفينو، عارفين الفينو احنا بنلفه ازاي؟ نفس الطريقة. باخده كده زي الرول وابرمه كده على بعض، واخدها بعد كده واضغط عليها ضغطة بايدي واقطعها بقى عندي بالسكينة التقطيعة العادية بتاعت المنين. واهم حاجة تضغطي ضغطة كده كويسة عليها علشان نتأكد بتقفليها طبعا من الجناب كويس عشان يطلع عندنا الشكل كويس كده ومناسب. واخدها كده بقى واضغط عليها ضغط، يعني ايه، اضغطي عليها كويس وخليها الى حد ما، يعني ايه، لانها هتخش الفرن وهتعلى منك كتير، ومش حلو قوي ان المنين يبقى عادي، احنا عارفين ان يبقى حجمه المتوسط ده بيطلع حلو قوي. بعد بقى ما بضغط عندي الضغطة بتاعتها الكويسة دي باخدها بقى بقطعها على قد ما بقدر احجام متساوية مع بعضها كلها. واقطع عندي بقى التقطيعة بتاعتي اللي احنا عارفينها بتاعت المنين العادية، واعمل بقى كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. يعني اهم حاجة بلفها رول كده وبعد كده اضغط عليها بايدي ضغطة. عايزة بقى تعملي الاحجام اللي انت عايزاها، عايزة تصغري عن كده، في ناس تحبها تعملها صغيرة، في ناس تعملها زي الصوابع زي اللي انا عاملاها كده بحجم متوسط كويسة جدا. ومنساش ان هي بتضاعف حجمها في الفرن، فلازم اضغط عليها ضغطة كده كويسة، ما تقوليش رفيعة، هي مع الخميرة هتعلى كمان في الفرن. النقطة المهمة جدا، احنا مش هندخل الصوابع المنين على طول الفرن، لا، احنا هنسيبها تخمر تاني، يعني نسيبها ترتاح. ضروري جدا النقطة دي، لان هو ده اللي بيفرق جدا في ان المنين يا يطلع معضم معاكي فيبقى مكتوم فما بيكونش ارتاح فمش بيطلع حلو. احنا عايزينه كده نحس ان احنا واحنا بيتقرمش معانا هو القرمشة الحلوة اللي هو مرتاح وداخله هوا. النقطة المهمة جدا، نقطة كمان مهمة جدا في تسوية المنين، بيبقى عامل زي الكيك بالظبط، لازم نحمل الفرن قبلها، يعني مش أقل من ربع ساعة على درجة حرارة عالية جدا. وبعد ما بندخله الفرن لازم نسيبه نوطي بقى الحرارة شوية على المتوسط تكون معقولة جدا، ويعني رائع، يبقى احنا كده عملنا كل الخطوات السليمة اللي هتطلع المنين مش أي منين، هو زي بتاع الأفران بالظبط، وما بيفرقش ابدا. بالعكس طعم السمنه اللي فيه والطعم الرائع اللي فيه والميكس اللي عملناه ما بين السمنه والزيت والحليب والميه طلعنا احلى نتيجه ليه. إيه، هنخلص بقى الكميه اللي عندنا كلها كامل زي ما انتوا شايفين كده، بنقطعها برضو نفس التقطيع كلها بنفس الطريقة. التقطيعات بتاعتنا العادية بنحاول نخليها كده قد بعضها، وبعد كده برصها برضو في الصينية عندي، سيبها ترتاح تلت ساعة، وبعد كده بدخلها في الفرن الحامي عشان تطلع كده حلوة مورقة وحاسين كده، يعني انا هوريكم في الاخر تحسي المنين نفسه كأنه زي المورق. نخلص بقى وادخلها في الفرن الحامي عندي واسيبها تستوي، وبعد كده واسيبها لحد ما تاخد لون من فوق، وشوية اطلعها على الشواية والف كده الصينية لحد ما تاخد عندي لون من فوق، وكده بتكون تمام. اخدها بقى، انا حاولت رصيتها كده عندي في علبة شكلها كويس وحطيتها، مفيش احلى من كده. هوريكم كده وانا بقسمها نصين، تحس ان الميني نفسه مقرمش، تحس فيه توريقة كده من جوه، طعم لذيذ جدا. حاولت على قد ما اقدر اقول لكم كل التفاصيل وكل التريكات بتاعته، وما تنسوش انا كاتبالكم كل المقادير تحت في صندوق الوصف عشان ترجعوا لها وتعملوا زيها بالظبط. واشوفكم في فيديوهات جديده، ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه بتاعتي، وشكرا ليكم على كل حاجه، واشوفكم على خير. سلام عليكم.